اهلا بكم من جديد في قناه فرونت اندز، وهنكمل مع بعضينا شرح كورس ال HTML. في الفيديو اللي فات عرفنا ايه العناصر الاساسيه بتاعت صفحه ال HTML. عرفنا ايه هو الهيد وايه هو البادي. عرفنا ان جوه الهيد بنحط العناصر اللي ما بتتشافش لكن بتكون عباره عن خواص الصفحه بتاعتنا. وفي طبعا جوه البادي بنحط كل العناصر اللي بتتشاف زي مثلا الصور او التكست او الهيدنج او العناصر اللي بنشوفها في صفحه الموقع بتاعنا. النهارده هنشرح عنصر من عناصر الهيد وهو التايتل تاج. وده طبعا احنا بنستخدمه اولا علشان خاطر بنقدر ندي عنوان لصفحه ال HTML بتاعتنا، وفي نفس الوقت برضو علشان خاطر السيرش انجن زي مثلا جوجل زي بينج او عموما محركات البحث تقدر تكون عارفه صفحتنا بتتكلم على ايه. اول نبدا ودلوقتي نشوف مع بعضينا العنصر تايتل بيتكتب ازاي. طبعا احنا قلنا ان هو بيتكتب في الهيد، فبالتالي هنا جوه الهيد نقدر نكتب تايتل. طبعا بنعمل اوبننج تاج وكلوزنج تاج لان احنا محتاجين نحط حاجه جوه التايتل وهو طبعا عنوان صفحتنا زي ما احنا قلنا. فبالتالي مثلا هنا في التايتل مثلا ممكن نكتب learn HTML for beginners ونسيف. طبعا انا فاتح اللايف سيرفر، فبالتالي اي تعديل اكتبه في الكود هتلاقوه ظاهر على طول. طبعا بنشغله ان احنا ندوس كليك يمين على الصفحه وبعد كده بندوس على اوبن ويز لايف سيرفر تلاقيه اشتغل على طول عندنا في البراوزر. وبالتالي زي ما انتم شايفين هتلاقي مكتوب هنا learn HTML for beginners على طول زي ما انا كتبت. ولو كتبت مثلا اي حاجه تانية هتلاقيه اتعدل على طول في الصفحه عندنا في البراوزر. ده طبعا زي ما احنا قلنا بيكون مهم علشان خاطر قدرنا نعرف اليوزر صفحتنا بتتكلم على ايه، وفي نفس الوقت محرك البحث هيبقى فاهم ان صفحتنا بتتكلم على learn HTML و CSS for beginners. فبالتالي لو حد بحث على العنوان ده بالتالي محرك البحث يقدر يوصله بسهوله لموقعنا. طبعا ان احنا نكتب التايتل طبعا بيكون في بيست براكتسز، يعني حاجات يفضل ان احنا نعملها وفي حاجات يفضل ان احنا نتجنبها وما نعملهاش. الحاجه طبعا اللي يفضل ان احنا نعملها ان هو يكون دايما حاجه يعني تكون جمله قصيره ما تعديش 60 حرف، علشان خاطر كده كده لو انت مثلا قلت لا انا عايز اكتب جمله كبيره عشان خاطر محرك البحث يقدر يفهم او اي حد يكتب الكلمه دي يقدر يوصل لموقعي، فدي طريقه تفكير غلط. لان محرك البحث عموما لو انت كتبت اكتر من كده بيقطع الجمله وبالتالي انت ما بتستفادش بالحته دي. فبالتالي يفضل ان انت تختار جمله معينه تكون بتوضح ايه اللي انت عامله في الصفحه دي علشان خاطر بعد كده تقدر تستفاد من محرك البحث ويقدر يوصلها للناس اللي بتبحث عن الحاجه دي بالظبط. تاني حاجه في البيست براكتسز ودي تعتبر برضو حاجه مهمه، ان طبعا يكون كل صفحه عندنا في الموقع تكون ليها تايتل مختلف. لان طبعا في كل صفحه في موقعنا بيكون ليها تايتل. مثال بسيط، لو انا مثلا عامل موقع بسيط عباره عن مثلا في الهوم بيج، في مثلا صفحه كونتاكت اس، في صفحه البلوج، فيفضل طبعا ان في كل واحده من دول اكون في التايتل بتاعها اكون كاتب بلوج. لو انا مثلا دخلت على كونتاكت اس الاقي فوق مثلا اسم الموقع وكونتاكت اس وهكذا. بالتالي اليوزر يكون فاهم هو في انهي صفحه دلوقتي موجود ويقدر يكون فاهم بالظبط موقعنا ماشي ازاي. زي ما احنا قلنا طبعا الحاجات اللي احنا نتجنبها واحنا بنستخدم عنصر التايتل هي ان احنا نكتب جمله كبيره زي ما انا قلت. محرك البحث بيقطعها، فطبعا هي ملهاش لازمه، فيفضل ان احنا ما نعملهاش. تاني حاجه ما ينفعش اكتب جمله ملهاش معنى. يعني مثلا ما ينفعش اكتب هنا مثلا welcome to my site، لاني انا كده مثلا ما قدرتش اعرف اليوزر او ما قدرتش اعرف محرك البحث احنا بنعمل ايه. فبالتالي الجمله دي جمله ملهاش معنى، فبالتالي السيرش انجن مش هيقدر يفهمها او محرك البحث مش هيقدر يفهمها. فطبعا لازم نكتب جمله يكون ليها معنى. فحاجه زي كده مثلا دي جمله تمام، جمله مفهومه محرك البحث يقدر يفهمها وبالتالي عنصر التايتل هيشتغل تمام. حاجه تاني كنت حابب اوضحها ان عنصر التايتل هو عنصر اساسي في صفحه ال HTML. بالتالي صفحه ال HTML بتاعتنا مش valid او مش صحيحه 100% لو انا ما حطيتوش، فبالتالي هو اجباري. وده نقدر نعمل كنترول على صفحه ال HTML عن طريق ان احنا مثلا نخش على جوجل ونبحث على HTML validator. طبعا هنلاقي اكتر من validator، هنخش على طبعا هنخش على اول واحد وهنلاقي هنا مثلا بيقول لك حط اللينك بتاع صفحتنا. طب لو صفحتنا مش اونلاين نقدر نشوفها عن طريق الفايل ابلود، وان احنا نرفع فايل ال HTML هنا وهو يقول لنا اذا كان تمام ولا لا. طبعا احنا عندنا الفولدر هو فرونت اندز، نقدر بسهوله نخش جوه هنا ونحط له الاندكس HTML بتاعنا اللي احنا عاملينه. وبالتالي لو احنا عملنا نقفل الفولدر، وبالتالي لو احنا عملنا تشيك
هنلاقيه طبعا هنا ما جابلناش ايرور، طبعا ده جاب لنا ايرور حاجه تانية، ده هنشوفه بعدين في الفيديو الجاي ان شاء الله. لكن عموما ما لقيناش ان هو ادانا الايرور بتاع التايتل. طبعا لو انا عملت كومنت للتايتل وما كتبتوش وحبيت اعيد تاني من اول وجديد التيست، اخش على الفولدر واحط له الاندكس اللي انا سيبته اخر مره، ده طبعا لو من غير تايتل. هنلاقيه هنا جاب لنا ان هو بيقول لك ان في الهيد لازم يكون في is missing required instance of child element اللي هو التايتل. بالتالي ان بيقول لنا لا ال HTML ده مش valid لان هو ناقص التايتل، فبالتالي هو اجباري. فطبعا ما ننساش نكتبه لانه مهم في صفحتنا، ومهم ان يخلي صفحتنا تكون valid وانها تكون مظبوطه وشغاله 100%. وبكده نكون احنا خلصنا شرح اول عنصر في الهيد، واستنوني في الفيديو الجاي وانا بشرح بقيه العناصر. شكرا.